طيب استاذ موريس صادق، خليني اسالك عن الاتجاه الطائفي اللي انت بتاخده في كل القضايا، بمعنى انه اذا مات مسيحي في خناقه هتقول انه ده بسبب الاضطهاد الديني للاقباط، اذا اختفت بنت مسيحيه حبت ولد مسلم وده ممكن يحصل في العكس بتقول على طول ده خطفها عشان يدخلها في الاسلام. وبدات اشك انك انت ممكن تقول انه ثقب الاوزون ايضا بسبب الاضطهاد الديني للاقباط، وانه الازمه الماليه العالميه بسبب الاضطهاد الديني للمسيحيين في مصر. لماذا تستخدم دائما هذه الشماعه وتستخدم هذا السلاح الطائفي وهذه الالغام الطائفيه في تفسير الاحداث؟ ليه انت عندك حساسيه في الموضوع ده؟ احنا الموضوع اللي قدامنا مش طائفي. ده هي الغام، مش لازم يكون عندي حساسيه من الالغام يا استاذ موريس، يعني انت بتلقي بها. الغام مش الغام، احنا مش بندور، احنا بندور على مجموعه 2 مليون قبطي بيتذبحوا. ما تقوليش انهم ده طائفي او مش طائفي. ما احنا اتكلمنا يا استاذ موريس، في ناس بتموت في طوابير العيش، مسلمين ومسيحيين. 2 مليون مصري مش مسيحي يا حبيبي، مش انا عندي 2 مليون مصري. ايوه خليك مصر دي، ايوه مصري 2 مليون مصري. بس انت ما بتتكلمش عن 2 مليون مصري، انت بتقول مسيحيين. لانه خصوصيتهم انهم مسيحيين، انا بتكلم ان خصوصيتهم مسيحيين ما تفرقش. خصوصيتهم مسيحيين لان مصر فيها مسيحيين وفيها مسلمين، فلما نقول انهم مسيحيون لان هو ده الواقع اللي ما فيش غير المسيحيين الذين يعملون في تربيه وتجاره. لا في مسلمين بس عدد قليل. البعض هيقول انك انت اذا وصفت ليبرمان السفاح الذي هدد بنسف السد العالي بانه بطل عظيم زي ما وصفته، فمن الطبيعي يعني البعض هيقول لك يعني لما يدافع عن قضيه الخنازير بهذا الشكل فانا مش هصدقه. يعني انا ما طلبتش من ليبرمان انه يجي مصر. انت طلبت من شارون انه ينقذ المسيحيين يا استاذ موريس. انت قبل ذلك طلبت من شارون ان ينقذ المسيحيين. لان ما فيش معلش مسلم ينقذ المسيحيين يا استاذ جمال. حاضر بيدو، بس احنا عايزين المره دي نبقى هادين لو سمحت. نخبه وطنيه انقذت المسيحيين. حاضر يا استاذ موريس، حاضر يا استاذ موريس. هل تعتقد يا استاذ موريس عندما نستدعي شارون ونعظم من ليبرمان ونستدعي الخارج حتى يضغط، هل هذا سيخلق مناخا مواتيا لحل مشاكل مصر كلها مش الاغراض بس؟ ده السؤال يا عم موريس. هيدي نتيجه عكسيه. وبعدين عايز اقول حاجه يا استاذ موريس، انت بتقول بتصرف وعايز الحق حاجه من جوه. وانا طب انت كنت معنا هنا، انت طلعت بره ليه؟ ما تيجي معنا هنا وندافع عن الحق. انا مش يعني كيف تدافع عن حق المسيحيين وانت في امريكا؟ مش فاهمها برضه يا خلينا نسمعه بقى. ليبرمان ده راجل كويس جدا، ده رايي الشخصي مش كمسيحي او كمسلم او كمصري. انا يا استاذ موريس رايك الشخصي نحترم رايك الشخصي في شخص ما، وبعدين هذا الراي العام. ولكن ما علاقه يا استاذ موريس؟ استاذ موريس دولة عظيمة استطاعت رغم الحروب اللي عليها ان تكون رابع دولة قوية في العالم. استاذ موريس ما علاقه رايك الشخصي في ليبرمان يا استاذ موريس؟ اسمعني، ما علاقة رأيك الشخصي في ليبرمان في أن تذكره في بيان يخص قضية مصرية داخلية وأنت صبغتها بالطائفية؟ إيه علاقة ده إلا إذا كنت تريد أن تسوق لليبرمان وأمثاله وسياسته وهي ضد التوجه المصري العام بما لا يحل مشاكل مصر. نسمعه بقى، نسمعه. أنت بتضربني ومش عايزني أصرخ وأقول اللي أنا عايزه. انت ضربتني في مقتل، بتذبح 2 مليون واحد عندي. انا بصرخ يا اخي، بصرخ. وانت انك انت بتتكلم دلوقتي انت بتتكلم عن ليبرمان، انا بفكرك بالالم بتاعي. انت وصلت لدرجه الالم بتاعك انك ذبحتني، فبصرخ وبقول ليبرمان احسن منكم. لو احنا بنصرخ معاك ونقول ان هؤلاء لابد ان تحل مشاكلهم ولابد ان يعوضوا ولابد ان يكون هناك وظائف زي ما اختلفناش فيه ده، انما ده له علاقه له بليبرمان. استاذ موريس صادق بس خلينا اسمعني بس ايوه. يعني هو كمان ليبرمان لما هينسف السد العالي يا استاذ موريس هيموت فيه المسلمين والمسيحيين، يعني هيموت فيه. ده معناه خيانه.
انا مش بقول ان ايد ياسف للسد العالي، انا بصيت. طيب هو الاستاذ جمال يعني بيقول لك هو في خيانه للوطن ابشع. لو قدرت تفهمها وتفهم صرختي هتقول انت معاك حق. لا انا مش ممكن افهم اللي انت بتقوله ده. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.